عليكم، مرحبا بكم متتبعي شيوات خارجة مطلقة. اليوم ان شاء الله غنعمل لكم كورني بعقدة تاع التمر. يلا نبداو في طريق في لي زانغريديون او في المقادير. كنحتاج 250 غرام تاع عقدة التمر او ربعة تاع التمر. انا اللي صايبته، يمكن لكم تشريوه نستمتو بشويه تاع القرفه وبالكراميل، بالكراميل. بالنسبه للزين عندنا الشوكولاط 250 غرام تاع الشوكولاته السوداء من الاحسن. وعندنا 2 معالق تاع زيت المائده. نبداو في طريقه التحضير. ناخذ كاسرونه نديرو فيها الشوكولاط تاعنا من الاحسن. نتوما ديروه برشوه او قطعوه سميتو. انا غنديرو في يعني لانه الى بقى هكا كيكون شويه صعيب ويقدر انه يتحرق لكم. انا غنديرو في الميكروويف انه يجي لي. عاد غنزيد عليه 2 معالق تاع الزيت. نتوما الا ما عندكمش الميكروويف يمكن لكم ديروه في باماغي. انا ها هو الشوكولاط تاعي، شفتو ها هو داب هكا. غندير ليه الزيت لانه ثقيل. من بعد دابا غندوزو لهاد العقده تاع التمر. يعني نتوما باي نكهه يمكن لكم انكم تنسموها هكا. تابعوا معايا. اول حاجه نديروها هكا. انا غنقرب الكاميرا باش تشوف هكا. من بعد نشدو هذا السبابه ندير لها هكا لهنا باش تجي لنا واحد قمقومه. من بعد كنبداو نديرو هكا صافي كما كتشوفوا بهذا الشكل. ها هو هنايا هكا، هنايا كنديرو ليه هكا باش تولي لينا بحال كورني هكا. ونبدا هانتوما كتشوفوا قرب تشوفوا كدا بحال هكا. ونحطوه في شي صينيه او بلاطو. انا غنعاود الثانيه. نتوما صا ديبون كل واحد شنو كاين اللي غيديروا كبير، كاين اللي غيديروا صغير، متوسط، كل واحد شنو بحال هكا كتشوفوا. انا هاد العقده تاع التمر تاعي ما زدت ليها لا كاوكاو ولا والو، انا ما كتلصقش. يعني الا نتوما عندكم التمر تاعكم قديتوه في الدار شفتوا انه كيلصق، من الاحسن انكم تزيدوا ليه كاوكاو باش يتجمع لكم. هانتوما كامله كتطلع بحال هكا. الطريقه سهله بزاف، كنتمنى يكون واضح، كنتمنى تكون واضحه. هانتوما كتشوفوها. كنتمنى يعني لانني كندير كنسى بانني كنصور. نتمنى تكون واضح بحال هكا. يعني من الاحسن يكون ها. وكنحط بهذا الشكل هكا. كندير ليها كندير في يدي بحال هكا وكنجي كنطلع وما كيلصق شويه هكا. كتشوف بحال هكا صافي كما كتشوف. ها هو من بعد البنات من بعد ما درتهم كلهم راني ذوبت كما قلت لكم كيكون ذوب في الباماغي. انا كيبس لي الشوكولاط وعاد كنسخنه كيفاش درتو في هذه المقله. ها هو شفتوا من بعد ما درت ليه، من بعد ما كنتمنى يكون باين مزيان واضح. من بعد ما ذوبتو الشوكولاط هاد سميتو هاد كاوكاو او الفول السوداني. درت شويه شي 2 معالق تاع زيت المائده وشديت كاوكاو درتو مزيان هو نعرمشو بحال هكا. الزين كيبقى على حسب كل واحد واختيار تاعو بحال هكا. ناخذ نحيدو الزائد
مزيان. ناخدو بسم الله بحال هكا ونديرو ليها كما كتشوفوا. انا البنات غنكمل هاد الكميه كلها اللي عندي وغنتلاقاو في طبق التقديم. من بعد انا كنديرو في الثلاجه لمده نص ساعه صافي كل حتى شحال يعني بدرجه الحراره، وغنرجع لكم ان شاء الله غتشوفوه في طبق التقديم. البنات نسيت ما قلت لكم واحد المعلومه، ها هو بعد ما كملت كله بغيت نقول لكم معلومه صغيره بان 250 غرام تاع الشكلاط كلها راه ما دخلتهاش، كلها شط منها كميه. هانتوما نقصت منها هذا الشيء شفتوا، ومازال شاط ليا فاش انني سخنت. اذن يعني عينكم ميزانكم يعني ما تديروش 250 غرام كلها الشكلاط، ذوبوا شويه حتى تشوفوا عاد من بعد تزيدوا. المهم ها هو ان شاء الله ملي يبرد ليا وغنحط لكم طبق التقديم كما كتشوفوا جا زوين. نتوما الا ما عندكمش الفول السوداني يمكن لكم ديروا غير يعني شوكولاط حبيبات او فيغميسيل، كيبقى مزيان على حسبكم. كما كتشوفوا يمكن لكم تزيدوا شي اختلاط في البيض بحال هكا، يعني كيبقى على حسبكم نتوما. انا غنخليه يبرد ليا وغنتلاقى معكم في طبق التقديم ان شاء الله. البنات هذا هو الكورني تاعنا نهار اليوم. كما كتشوفوا راه كيجي زوين بزاف، كنتمنى ربي تجربوه. بالنسبه لهاد الحلوه وهذه هي حلوه ان شاء الله عما قريب غنحطها لكم. كما كتشوفوا هو الكورني كيجي زوين بزاف، خصوصا الا خديتوه حتى برد كيجي زوين بزاف. كنتمنى ربي يعجبكم هذا الفيديو. كنقول لكم ما تنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب. كنشكركم بزاف على حسن التبع تاعكم، كنقول لكم السلام عليكم.